بس بلاش ضرب والنبي عشان مش انا. في المركز الثاني في احسن مسلسلات رمضان 2025 هو مسلسل جريء، يمكن نقول غير مناسب للاطفال او يتشاف تحت الاشراف العائلي، لان المسلسل بيتناول قضايا اجتماعيه حساسه. مسلسل لام شمسيه، واللي بيناقش قضايا التحرش بالاطفال وتاثيرها العميق على الاسر والمجتمع، وازاي ان الحوادث دي موجوده فعلا جوه المجتمع ومحدش يعرف عنها حاجه، وان احنا لازم ناخد بالنا من سلوك اطفالنا ونركز معاهم، لان الحوادث دي ممكن تدمر اسر لو ما كناش واخدين بالنا منها. فالمسلسل جريء وقدر انه يناقش موضوع زي ده، وكان ليه اثر كبير على السوشيال ميديا، واللي خلى الناس تتناقش في موضوعات عن الحوادث دي وعلى الوعي شويه عند الناس، وكان ليه اثر حلو، لان احنا الحته دي عايزين نبقى عندنا وعي فيها اكتر عشان نقدر نحافظ على اولادنا. وطبعا غير القضيه اللي المسلسل بيتكلم فيها، المسلسل حرفيا ما فيهوش غلطه، من تمثيل لاخراج لسيناريو لحوار لاضاءه لديكور لكل حاجه. المسلسل ما فيهوش غلطه حرفيا. نصيحه مني، ما تقعدش مع محمد شاهين لوحدكم يعني. بس بلاش ضرب والنبي عشان مش انا.